يعطيكم العافية. اليوم رح نكفي بالدرس الخامس جغرافيا بعنوان الوحدات التضريسية في الوطن العربي. معكم الأستاذ علي مية. بداية سوف ندرس صفات السواحل في الوطن العربي. إذا من صفات السواحل في الوطن العربي بأنها تشكل معظم حدود الوطن العربي، أي أن أغلب الدول العربية تطل على بحار ومحيطات مثل المتوسط، الأحمر والأطلسي، الخليج العربي. فالوطن العربي مثل ما بنعرف بيتميز باتساع حدوده الساحلية، وهذا بيخلي له أهمية استراتيجية واقتصادية من موانئ وصيد وتجارة. وهي سواحل طويلة وقليلة الخلجان كخليج سرت على سواحل البحر المتوسط وسواحل البحر الأحمر، أي أنها تمتد لمسافات كبيرة ولكن بدون تعقيدات كثيرة، أي ليس فيها كثير من الخلجان والرؤوس. ثالثا قليلة الجزر عددا وأهمية كجزيرة جربة أمام الساحل التونسي، وجزيرة البحرين وأبو موسى في الخليج العربي، وجزيرة أرواد أمام الساحل السوري. إذا فهي الجزر العربية قليلة مقارنة بدول أخرى، ولكنها أيضا مهمة للملاحة والصيد والاقتصاد. رابعا فقيرة بالموانئ الطبيعية، أي أن بعض السواحل العربية تكون صحراوية أو رملية، لذلك مواردها محدودة مقارنة بالمناطق الداخلية الخصبة أو الجبلية. ننتقل إلى السهول الساحلية في الوطن العربي. بداية موقعها، إذا تقع على شريط ضيق يمتد بمحاذاة السواحل البحرية بين البحر والمرتفعات أو الجبال. السهول الساحلية تعد الأرض المنخفضة التي تفصل البحر عن المرتفعات الداخلية. كيف تشكلت؟ تشكلت بفعل الحت والترسيب البحري، إن كان من أمواج أو تيارات بحرية، وأحيانا ترسيب الأنهار التي تصب في البحار. كيف يعني ترسيب وحت؟ يعني أن المياه تبع الأنهار أو البحار تنقل الرمال والطين وتتركها قرب السواحل، ومع مرور الزمن تتشكل سهول مستوية. إذا كيف تختلف هذه السهول في خصوبتها؟ تختلف حسب كمية الترسيب والأنهار والمناخ، بعضها خصب جدا مثل دلتا النيل، وبعضها رملي قليل الخصوبة مثل سواحل الخليج العربي. ما هي أهم مواقع السهول الساحلية؟ يوجد لدينا سهول ساحلية في موريتانيا، وتكون شبه صحراوية وقليلة السكان، وسهول ساحلية في بلاد الشام وتكون خصبة. وتعد هذه السواحل أهم المناطق الساحلية في الوطن العربي، بالإضافة إلى سواحل البحر الأحمر وسواحل الخليج العربي والسواحل المتوسطية بشكل عام. ننتقل إلى السهول الفيضية في الوطن العربي. ما هي موقع السهول الفيضية؟ إذا السهول الفيضية تقع على جوانب الأنهار الكبرى مثل دجلة، الفرات، النيل، وهي أراضٍ منخفضة تحاذي مجاري الأنهار وتشكلت من رواسبها. ما هي آلية تشكلها؟ تشكلت نتيجة ترسيب الطمي أثناء فيضانات الأنهار، فكلما فاض النهر يترك طبقة طينية خصبة على الجانبين، وبذلك يزداد ارتفاع السهل بمرور الزمن. وتكون هذه السهول شديدة الخصوبة لأنها تتجدد دائما بطمي النهر أي الطين. لذلك كانت مهد الزراعة والحضارات القديمة هي مصر والعراق. ننتقل إلى أهم مواقع السهول الفيضية في الوطن العربي. تعد سهول الرافدين دجلة والفرات وسهول وادي النيل مصر والسودان من أهم هذه السهول الفيضية في الوطن العربي. ننتقل إلى الصفات العامة للجبال في الوطن العربي. تنتشر على حواف الوطن العربي الشرقي والغربي والجنوبي، وبعضها يعد أو يشكل سلاسل طويلة مثل الأطلس والحجاز، وتختلف في ارتفاعاتها. فأعلى قمة فيها جبل طبقال في المغرب بارتفاع 4165 متر، وتشكل حدودا طبيعية وتؤثر في المناخ والسكان.
فالجبال تحدد شكل التضاريس وتمنع التواصل في بعض المناطق. إذا أيضا تتألف من سلسلتين متوازيتين ساحلية وداخلية، وتحصر كل السلسلتين هضابا كهضبة الشطوط في سلاسل الأطلس، أو سهول وأودية وحفر انهدامية تجري فيها الأنهار كنهر الأردن. دعونا نصنف جبال الوطن العربي من حيث نشأتها، أي من حيث أسباب تشكلها. بداية الجبال الالتوائية كجبال الأطلس في المغرب العربي، وجبال زاغروس وطوروس في لبنان، وهذه الجبال تكون ناتجة عن تصادم الصفائح. جبال انكسارية وتكون ناتجة عن انكسار القشرة الأرضية، مثال عنها جبال البحر الأحمر والحجاز والسر. يوجد أيضا جبال التوائية تعرضت للانكسارات كسلاسل بلاد الشام، ويوجد أيضا جبال الكتل المنفردة القديمة كجبال تيبتسي والأحجار، وأيضا جبال بركانية ناتجة عن نشاط بركاني مثل جبال اليمن وجبال عمان مثل جبل السرات. ولكل نوع من الجبال يختلف في تكوينه وارتفاعاته وموقعه. ننتقل إلى الهضاب في الوطن العربي، حيث تشغل معظم مساحة الوطن العربي، وتمتد في شمال إفريقيا والجزيرة العربية من وادي الفرات شمالا حتى بحر العرب جنوبا، ومن المحيط الأطلسي غربا حتى الخليج العربي شرقا، وتحتوي على موارد معدنية من حديد وفوسفات ونفط. وتأثرت بالتعرية والحت والتغيرات المناخية، فتنوعت المظاهر التي تشغل سطحها، ومنها الصحاري بأنواعها حجرية أو حصوية أو رملية كالصحراء الكبرى. ويعد تشكل البحر الأحمر قد قسمها إلى هضبتين. ما هي أهم الهضاب في الوطن العربي؟ في أن هضبة الصحراء الكبرى التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى النيل، وهضبة الشطوط في الجزائر وتونس، وهضبة الحجاز وعسير ونجد في شبه الجزيرة العربية، وهضبة الشام والعراق في المشرق العربي. ما هي صفات الصحاري في الوطن العربي؟ يوجد أنواع منها كمنخفضات كالجوف وواحة واحد سيوة في مصر وأوباري في ليبيا، وأودية جافة كان فيها مجاري مائية كوادي الرمة في السعودية الذي يعد أكبر أودية شبه الجزيرة العربية وأطولها. ويوجد أيضا في الصحاري كتل جبلية منعزلة كجبل شمر وطويق في السعودية. إذن السهول الساحلية تكون بجانب البحار وضيقة، وتشكلت نتيجة ترسيب بحري ومتفاوتة الخصوبة، بينما السهول الفيضية تكون بجانب الأنهار وتكون واسعة، تشكلت نتيجة الطمي أو الطين الذي تتركه المياه عند انحسارها، وخصوبتها تكون عالية. الجبال تكون على الحواف، وبعضها التوائي وبعضها انكساري وبعضها بركاني. أما الهضاب تشغل معظم مساحة الوطن العربي ومتنوعة في الارتفاع والموارد.